أقولها وبكل صراحة: أيها المتأسلمون والمستعربون، إذا لم تقفوا اليوم وقف جاد مع إخوانكم في ساحات القتال فسوف تطالكم يد الاستعمار، ولا تظنون بأن تحالفاتكم سوف تحييكم، فإن القوم قد تعلموا على الغدر من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا. فعندما خرج النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في واقعة الأحزاب تآمر اليهود بعد أن كان النبي صلى الله عليه وآله قد أخذ المواثيق منهم بأن لا يغدروا به، ولكن ديدنهم هو الغدر بأي فرصة يستطيعون من خلالها القضاء على هذه الأمة الإسلامية. فأيها الأعراب المستعربون، إن لم تكن لكم وقفة في هذا اليوم فلن تنفعكم غدا أموالكم التي تعطونها لأمريكا وإسرائيل في سبيل الحفاظ على مناصبكم الدنيوية. أقولها: سوف تتكبدون خسائر وخيمة جدا إذا لم تقفوا اليوم في نصرة القضية الفلسطينية ونصرة القضية اللبنانية ونصرة القضية الإسلامية، لأن اللبنانيين يدافعون عن بيضة الإسلام، واليمنيون يدافعون عن بيضة الإسلام، والفلسطينيون يدافعون عن بيضة الإسلام. فما لكم لا تدعمون القضية التي تدافع عن الإسلام؟ إن قلتم قلنا، إن قلتم هؤلاء في جنوب لبنان شيعة فلتدعموا القضية الفلسطينية في غزة. هذه الأعذار الواهية هي بسبب التحالفات السياسية التي يأملون منها أن يحافظوا على مناصبهم الدنيوية، ولكن هيهات 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 أن يفوا لكم. فإن الأخبار التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة تؤكد بأنهم غادرون ويغدرون في أي فرصة يجدونها لضربكم. فقفوا يا أمة محمد، قفوا لنصرة أبناء محمد في ساحات القتال، ولا تظنون أنكم إن لم تقفوا معنا في هذه الأيام العصيبة أننا سوف نتخلى عن شعوبنا التي دمرتموها واستعمرتموها وخذلتموها ولم تعودوا تحت الرأي لها في هذه القضايا. أنتم سوف تزولون عاجلا أم آجلا، وما الحكم إلا لقائم آل محمد. أرواحنا